هلا وغلا، هلا. يا مساء الخير عليكم. شلونكم؟ شخباركم؟ ادري انكم مشتاقيلي، والله انا بعد. بس شو نسوي؟ العين بصيرة واليد قصيرة، ما له علاقة. شو الاخبار؟ يوم نسوي ميك اب توتوريال مع بعض، ميك اب خفيف، بس بنسوي تكنيك تجهيز البشرة قبل الميك اب. اوكي، هذا التاتو المؤقت. هذا صار من أولوياتي الصراحة. أوكي. ما أحطه كامل كذي، خليه ينشف. المهم هذا وينه؟ هذا اللي قلت لكم عنه، وايد حلو، وايد حلو. زين، شلونكم؟ شو الأخبار؟ تدرون إن أنا لاهية بالصالون، لأني بحاول كثر ما أقدر إني أفتح في شهر 6، يعني يكون قبل العيد، كثر ما أقدر قاعدة أحاول. فلاهية هالفترة، وعشان أكون صريحة وياكم أكثر، أنا مستخفة ويانا على مسلسل المدينة البعيدة. مع أنه شوفوا، أنا شفت تقريبا، تخيلوا أنا شفت تقريبا 15 حلقة قبل يمكن شهرين 3، 15 حلقة، وما عجبني وطنشته. يمكن أنا ما كنت مركزة. فأنا قاعد أتابع الحين مسلسل العبقري، فالمفروض انه خلاص نزلوا اخر حلقات اليوم شاهد، فبالليل يعني ناطره اني بشوفهم على اي حال. فعرفتوا اللي ناطره حلقات وقلت يلا خل اشوف، خل ارجع اشوف هذا مره ثانيه. امبي واصير مينونه. تخيلوا ان انا يومين واصله حلقه 102. تخيلوا. اللي قاعدة أقول إني أنا بوقف شوي على ما تنزل حلقات بعد، لأنه ما بي حدة وأقعد أنطر. فيعني عرفتوا اللي أقوم من النوم مشتاقة، أقوم الصبح أودي ليها المدرسة، أرجع أشرب قهوتي، بعدين أشغل أطالع. فيعني أمبي وايد عاجبني. يعني أحس هذه الأعمال التركية القديمة، عرفتوا اللي نفس أجواء سيلا. تذكرون سيلا؟ يعني شي نفس الأجواء. بس والله هذا ما في الموضوع. المهم الحين بنسوي بنات، والله العظيم طبقوا اللي أقول لكم عنه، ومكياجكم راح يطلع نار. أول شيء ثبات، جلو، مرطب وما يخرب. قاعدين فترة طويلة بالفاونديشن ما يخترب. تحت العين وايد راح تحبونه، والله وايد راح تحبونه. راح نبلش حبة. أول شي بنات راح استخدم هذا التونر باد، أنا قلت لكم عنه. هذا هني ناعم وهني شوفوا خشن. هذا أنا أنظف فيه مكان المسام مثلا. أنا عندي شوية هني، أحب المكان اللي يتأكسد الفاونديشن، أنا هني يتأكسد، خشمي يتأكسد أحيانا، فأنظف فيه بالمكان الخشن. يسوي شوف شلون صار احمر. يسوي بنات نفس التقشير، يشيل طبقة الجلد شوفوا الجلد الميت. اوكي، بس لا تخافون، ترى يعني هو صار احمر، بس يعني ما
شنو صار؟ بكمل هني على الخفيف، بس ابي اضمن ان بشرتي صارت نظيفة. يعني توني ماخذة شاور وغاسلة بشرتي، بس ما عليه، هذا مجرد تأكيد. شوفوا اوكي. هني بالصوب الثاني راح نمسح هذه تحت العين، البشرة كاملة. اوكي بس هذا بنات كل البرودكت موجود بكوريان سلك سكين كلهم. هذا من سيليماكس، هذا المقشر PHA بيلينج باد. فهذا انا استخدمه صراحة مو كل يوم هذا بنات، لانه فيه تقشير، فاستخدميه على الاقل مرة بالاسبوع كافي. فانا استخدمه اذا بحط ميك اب. خلينا نشيل هذا. كنت خايفة. شوفوا طبعا انا شايفة الاجانب ينامون فيه. يعني انا امانة بالليل لما اسوي سكين كير انام عادي، لانه ما يضايق. خلي الشفايف طبيعية. اوكي شوية كلوز. اوكي انزين، البشرة الحين تمام، يعني انشفت. راح استخدم تونر عادي حق البشرة. شنو نستخدم اليوم؟ راح استخدم هذا من سكين 1004 كذي. شوفوا والله طبقوا هالطريقة وراح تدعوا لي من جمال الميك اب، راح تدعوا لي. راح اخليه ينشف. خليه ينشف شوية. خلينا نشوف لنا كذي بسولف لكم موضوع وانا قاعدة اسوي السكين كير والميك اب. شوفوا احنا دائما عندنا مشكلة بالحياة، واعتقد ان اغلبنا، مو كلنا بس اغلبنا، عندنا مشكلة التأجيل. شلون؟ يعني دائما نحب نأجل الاشياء. يعني اذا انت متعودة على الكسل، فدائما تحبين تأجلين. فانا كنت اعاني من هالمشكلة. يعني بروح البنك اقول باكر عادي، عقب باكر. كل يوم خميس ابني الاحلام. عرفتوا؟ ابلش ابني احلام حق متى؟ حق يوم الاحد، لان يوم الاحد خلاص، لان ندري باكر يمعة وعقبه سبت ما في دوامات. فعندي يوم الاحد لا يوم الاحد واسوي هذا. انا قاعد اتكلم عن نفسي، واكيد وايد بنات عندهم هذه المشكلة، انه نأجل. فاقول يوم الاحد بروح البنك، بخلص اموري، وبعد البنك بروح مني، وبعد ما اروح هني بروح هني. طبعا احط لي قائمة اشياء ان انا راح انجزها، ويصير يوم الاحد وما اسوي ولا شيء من هالاشياء. اقول الاثنين توها اول اسبوع، ايش دعوة؟ الاثنين ان شاء الله اروح. ايش ورانا؟ ما راح تطير الدنيا. يصير الاثنين ويتو الناس ثلاثة، الاربعاء، الخميس، لا عاد خلاص اكيد الاسبوع الجاي راح اسوي.
وتيتي تيتي زي ما رحتي قلتي، هذا هو يصير الموال مالك، ما تقدرين تضبطين امورك، وهذا ترى هذه مشكلة جدا صعبة. يعني مثلا الحين بقول لكم كذا مثال، يعني مثلا وايد بنات يقولوا لي شيماء تقرين للحين ايش تقرين؟ اي انا وصلت عند مرحلة الحين لما ما ابي اقرا ما اقرا، لان انا خلاص ادري اني انا احب القراءة واحب اقرا، وتيني فترة يعني لازم يعني احط لي مثلا هدف ان انا اقرا كم كتاب بالسنة، يعني في كذي يعني مهم عندي، لان انا احب. وايد بنات مثلا ودهم يقرون بس ما مو عارفين شلون يبلشون بالقراءة. مثلا انا قاعد اعطيكم مثال، طبعا هذا انتم تسوونه على كل قسم في حياتكم عشان تفهموني. فشنو يصير الحين؟ انا ما احب النادي، وعندي قناعة اني انا ما احب النادي، يعني مو انا ما احب النادي وودي، فاهمين؟ في ناس ما يحبون النادي بس ودهم، يعني هذا هدف ان انا ودي، اذا انا حطيته براسي راح اسويه. شلون؟ الحين بقول لكم شلون، وقلت لكم هالشيء يمشي على كل شيء في حياتكم، يعني مو شرط نادي ولا يلا نشوف. نشفت البشرة من تونر، راح نكمل ويا بعض. راح استخدم بنات، وينك يا حلو، وينك يا حلو. اوكي، وين السيرم؟ راح استخدم هذا السيرم كافي. شوفوا لاحظوا معاي كم طبقة حطيت وانا قاعدة اجهز البشرة، يعني علشان اضمن ان بشرتي تكون هيلثية، ولما احط الفاونديشن او الكونسيلر او الباودر ما يصير وجهي كيكي. وهذه المشكلة الكل كان يعاني منها، وانا واحدة منهم كنت. الحمد لله ان صدت اللقطة على اخر شيء. اوكي تمام. اوكي بنات، الحين بحط الكوريكتر. طبعا بشرتي جاهزة جاهزة جاهزة. تبين ثبات اكثر؟ شنو فيه؟ اوكي بنات، الحين بدنا نوزع. طبعا انا شاية فرش جديدة ودي اجربهم، ما ادري شنو هما، شريتهم من شيئان فودي اجرب الكواليتي، فراح اجربهم معكم. شوفوا يدد، شارية ست كامل في مجموعة كبيرة. كم فرشة؟ هذا بجربه. وين فرشتي اللي احبها وايد حق تحت العين؟ ما ابي اجازف الصراحة، بعدين عادي نستخدم الباجين. هذه اموت عليها حق تحت العين. شوفوا كذي ما قاعد اروح، تلاحظون تحت العين ما قاعد اروح، وهني نفس الشيء. طبطبة وايدك خفيفة. طبعا الكونسيلر مال انستازيا فول كفر وايد حلو. هني بس مسحة عشان يتوازن اللون. اوكي الحين الزايد راح امشي.
ولا احتاج فونديشن. شايفين بنات؟ شوفوا واللمعة أهم شيء إن لمعة وجهي موجودة، يعني ما طفالي البشرة وخلاها وايد مات ويعني ما فيها حياة، لا، لأني يعني جهزتها عدل. تمام. ناخذ أي بيوتي بلندر راح أحط عليها فيكس، وراح ما بيها تكون وايد رطبة، راح أشيل بس الزايد. شوفوا الحين لأني محتاجة شوية تنوير عشان يصير في فرق بين الكونسيلر مع الفونديشن، اللي هو مو فونديشن كونسيلر، بس عشان يصير في فرق أبي شوية تنوير. راح استخدم هذا من اور جلاس، اسمه ما اشوف فانش، ما ادري، ما قاعدة اشوف. محتاجة اسوي ليزك باسرع وقت، عاد ما ادري يسوون حق انحراف العين ولا ما يسوون، يعني ما عندي فكرة الصراحة، بس فعليا محتاجة اني الحق لان صايرة ما اقدر اشوف لا من بعيد ولا من قريب. شوفوا راح اعطي شوية اضاءة لهني كذي فوق، راح اشيل الزايد لانه ما بي زايد، ما بيكتل. شوفوا هني نفس الشيء. لا الفرشة حلوة ترى، هذه مالت شيئا بأمانة، أنا مجربة منهم كذا فرشة حلوة. أوكي ممتاز. الحين راح طلع الكونتور، لحظة ما راح أحط كونتور، راح أستخدم هذا البلاش من هدى بيوتي على العظمة بس. شوي يعني
شوفوا انا بس شوية حددت. تمام تمام جدا. لا شوفوا صاير فيه، أمبي أموت عليه عاد هالبلاش، ناسية أسكره. يلا ما عليه فدوة. طبعا هذا يعطي كذي جلو مينون، يعطي لمعة وايد حلوة. كثرت شوية، الحين راح أوزعه. شايفين الجلو اللي يعطي؟ هذا بنات موجود بالموقع، عجيب. وايد حلو هو. والإضاءة، الإضاءة ما أدري ردوها ما ردوها، ما شاء الله آخر مرة قضيتوا عليها، فما أدري إذا رجعت ولا لا. تشيكوا الإضاءة. إنما إيه، أوكي بنات، هذه الإضاءة اللي قلت لكم عنها، اللي هي عبارة عن، وقلت لكم هي اللي يبون كيكو نفسها بالضبط. براويكم تشوفون الماي قاعد يبين، شوفوا يعطيكم هذا الإفكت المائي. كيكو نفس الموضوع الصب، بس لأن اللون مختلف، بس شوفوا نفس الإفكت. هذا لحقوا عليه، إن شاء الله يكون موجود، عاد ما أدري موجود ولا لا. تقدرين تستخدمينه بكذا طريقة، بس أنا الحين بحطه كذي، بعدين بثبت، بعدين أكمل أرد أحطه مرة ثانية. راح أثبت بهاور جلاس الفيلي فيل، حلوة وايد حلوة. بشتري، كنت شارية الحجم الصغير وقايلة اني يعني اذا عجبتني بطلب الكبيرة، والصراحة عجبتني، فيعني بطلب الكبيرة. اتأكد انه تحت عيني اوكي قبل لا اكمل. تمام. اللي عينك فوق وكملي، دربك خضر. اوكي هذا الزايد كله نشيله بعدين. شوفوا شوفوا الجمال والنظافة، شايفين نظافة الميك اب. والحين طبعا تحسون انه صار مات كلش، لا الحين راح اوريكم ولا اراويكم، اوريك اراويك الاثنين يمشون. لحظة، رشيت فيكس بلاس على وجهي كامل. نشوف
شوفوا ردت اللمعة، ردت. يلا ارسم حواجبي وارجع لكم. اوكي رسمت حواجبي، الحين بنحط البلاشر. راح استخدم هذا بعد بنات، هذا من نفس البراند نفسه، اهم كذي جوا يعطي لمعة. شوفوا فهمتوني؟ آخر خطوة. شوفوا اللمعة. هذا بعد أنا مو يعني ما قاعدة، ما أبي أحطه وايد يعني تقدرين تستخدمينه كذي، بس أنا أبي كذي تاتشة خفيفة يعطيني لمعة كذي. الحين شنو احط فوق عيني؟ ما ودي احط لون، يعني ما ودي احط شيء. شنو فيه؟ ما ابي احط شيء وايد، يعني لون ممكن هذا. شنو هذا؟ تصدقون من الاسفنجة الجديدة كذي، يعني اشياء سودة. كفاية. ترى ماسكة نفسي من هذه الحركة، عرفتوها؟ لما تحطون هذه ليش نبطل حلوجنا؟ ماني فاهمة والله، ماسكة نفسي ولا لازم يعني تصيرين شمبانزي على ما تخلصين مبي حركات الدنيا؟ شنو فيه؟ ماني حاطة رموش اليوم الصراحة، مالي خلق، بس كذي ابي مكياجي يكون هيلثي جلوي وناعم. حتى نحمره راح احط بس جلوس، ماني حاطة شي. بس بنات دقة واحدة تحت. شكرا وعفوا. ضبط شعري، يلا بدل وارجع لكم.
ايش رايكم؟ حبيتوا؟ سووا الخطوات اللي سويتها بالبداية وراح تدعوا لي على جمال المكياج، والله راح تدعوا لي. اغلب الاشياء اللي استخدمتها بنات راح احط لكم الرابط الحين. اغلب الاشياء